هو ده الواج. طب الواج ده بقى ايه بقى؟ الويتد اللي هو اختصار الويتد افريج كوست اوف كابيتال. تمام. ايه بقى القصه؟ احنا عندنا في شركه دلوقتي محل تقييم. اه. طب الشركه اللي احنا بنقيمها النهارده دي هي عندها اسيت. تمام. وين ذا فيوتشر هنجيب لسه اسيت، ممكن اتوسع في خطوط انتاج، هيبقى عندي وركينج كابيتال. فالوركينج كابيتال ده هيبقى ليه تاثيرات طبعا في الكرنت اسيت، في رصيد نقديه في البنك، في مش عارف ايه الكلام ده. طيب هو بمنتهى البساطه، مش احنا البالانس شيت الايكويشن بتاعه عباره عن ايه؟ الاسيتس بلس الايكويتي زائد اللايبيليتي، صح؟ يعني لو احنا بنشرح كده بالبلدي، الاسيتس اللي عندي دي بيتم تمويلها منين؟ ما هي معادله، فهي بيتم تمويلها من اللايبيليتي والايكويتي. اللايبيليتي دي احنا هنهتم هنا او هنفوكس على الجزء بتاع الديت، جزء من اللايبيليتي او الديون، اللي هي القروض اللي بناخدها من البنوك وحاجات زي كده. بالبلدي كده انا بجيب خطوط انتاج مثلا، في خط الانتاج ده هتروح للبنك تقول له انا عايز اجيب خط انتاج ب 10 مليون. فالبنك يقول لك ايه؟ والله انا اقصى حاجه همولها لك في خط الانتاج ده 80% من قيمته، هديك 8 مليون بس. فانت اوتوماتيك بتروح حاطط ال 2 مليون دول من معاك، انت كصاحب شركه يعني. فده في الاخر الفلوس اللي انت حاططها من معاك دي هي دي الايكوتي حقك انت بقى في التمويل اللي حصل للايه، للاسيت او لخط الانتاج. وال 80% اللي احنا استلفناهم من البنك هو ده الديت. تمام كده بمنتهى البساطه. طيب يبقى اذا اي شركه في الدنيا هيكل التمويل بتاعها، بتاع الاسيتس بتاعتها يعني، بيبقى جاي اما من ديت او من ايكويتي. كويس. طيب ده بنسميه ايه بقى؟ ما ده في الاخر ده توتال راس المال اللي جه عشان يمول شراء الاسيتس دي، مظبوط. ده بنسميه ايه بقى؟ ده بنسميه الكابيتال ستراكشر. هو ده هيكل راس المال بتاع الشركه. قد ايه بقى ديت وقد ايه ايكويتي؟ يعني انت مثلا شركه عندها اصول ب 10 مليون اجمالي الاسيتس بتاعتها، هم حاطين ايكويتي من معاهم 3 مليون، فبالتالي واخدين ديت من البنوك او واخدين ديون او قروض من البنوك ب 7 مليون. فالسبعه بلس الثلاثه 10، وهنا ال 10 بتاعت الاسيتس. فكده احنا عملنا ايه؟ الايكويشن بتاعت البالانس شيت. تمام كده. طيب انا دلوقتي بقى دايما بتسمعوا حاجه ان الكوست اوف ايكويتي اغلى بكتير من الكوست اوف ديت. طبيعي. طب ليه بقى؟ ايه السبب؟ مع ان انا لو حطيت فلوس وانا ايه الفايده اللي انا دفعتها؟ لا، في هيدن كوست. احنا دايما وانتوا اكيد برضو عارفين الاوبورتيونيتي كوست او تكلفه الفرصه البديله او الكلام ده. احنا بالبلدي بنحسبها ازاي كفاينانس؟ دلوقتي انت كراجل مستثمر قررت ان انت تنزل السوق. ايه الفرق بينك وبين الشخص العادي اللي هو انا او حضراتكم؟ ان انت بمنتهى البساطه قبلت تاخد الريسك. لان الطبيعي لو انت مستثمر ومعاك 10 مليون هتقول والله يا عم بلا ريسك بلا وجع قلب. او واحد مثلا مش عايز يستثمر، انا هاخد ال 10 مليون دول هروح احطهم في البنك. البنك مثلا هيديني فايده في السنه 20% 15%، وانا ايه قاعد في بيتنا ولا شايل هم حاجه، ولا شايل هم بقى ايه ديفالويشن يحصل او انفليشن ريتس او الكلام ده كله، باخد معدل عام. ده سعر الفلوس اللي انت حاططها في البنك، والعائد ال 10 ولا ال 15% اللي انت بتاخدهم ده، ده بنسميه ريسك فري ريت. كويس. المعدل الخالي من المخاطر. ليه؟ لان مفيش مخاطره هنا. انت فلوسك في البنك وانت قاعد مطمن وامورك تمام، وكل شهر بينزل لك العائد او كل سنه بينزل لك العائد على الفلوس بتاعتك وتمام. انت بقى كمستثمر انت نزلت، صح؟ فطالما انت نزلت السوق اكيد مش هتقبل ان انت تاخد عائد على استثماراتك بنفس الفايده اللي انت هتاخدها من البنك. والا انا بقى نزلت وخدت المخاطره ليه؟ لا، ده انا عايز عائد بقى ازيد من سعر الفايده بتاع البنك. فاقول لا، انا بقى كمستثمر هنزل السوق. البنك بيدي كام؟ 15، لا انا عايز 25% عائد على الاموال بتاعتي. ده بقى بنسميه ايه؟ ده الريسك بريميوم بقى، اللي هو يعتبر الزياده فوق سعر الفايده بتاع البنك، او سعر الفايده او معدل العائد على الفلوس الريتيرنز اللي انا كمستثمر عايزها. ده اسمه ريسك بريميوم. حلو الكلام. لما بنيجي بقى نشوف الكابيتال، الفلوس اللي انا مولت بيها الاسيتس اللي احنا اشتريناها، احنا اتفقنا ايه؟ ان انا عندي في ايكويتي وعندي في ديت. احنا اتفقنا الايكويتي، طب انا كده واخد ريسك بريميوم، فطبيعي ان التكلفه بتاعت الايكويتي اعلى من ايه؟ من تكلفه الديت. انا راجل حطيت فلوس فانا عايز 25%.
فبالبلدي يبقى تكلفه الايكوتي هي ال 25% دي. خلاص كده. والفلوس اللي انا رحت استلفتها من البنك بدفع عليها فايده كام؟ مثلا 10%، 12%، على حسب البلد. يبقى اذا هنا الكوست اوف ايكويتي اعلى من الايه؟ من الكوست اوف ديت. تمام. طيب انا بقى وانا بدرس الشركه وبعمل الايفالويشن بتاعها، عايز اعرف الشركه دي هتعتمد في التمويلات بتاعتها على ايه. هل هي هيبقى بلندد او يعني نظام تمويل مختلط؟ هو ده طبيعي، كده كده هتبقى نظام تمويل مختلط ما بين الايكويتي والديت، بس بنسبه كام لكام؟ يعني 50% ايكويتي و50% ديت، ولا 60% ايكويتي و40% ديت، ولا العكس، ولا الدنيا ازاي؟ هنا بقى راحوا عاملين نموذج، حاجه كده اسمها الكابم، او الكابيتال اسيت برايسنج موديل. ده بمنتهى البساطه قال لك ايه؟ مش انت عندك الاسيتس اللي عندك دي بتمولها من ايكويتي وديت؟